أهلا بيكم طلبة سنة تالتة إعدادي. النهاردة هنكمل مع بعض حل امتحانات المحافظات لمادة الدراسات الاجتماعية ترم تاني عام 2023. النهاردة معانا محافظة الأقصر، وهنبتدي بأول سؤال في الجغرافيا. بيقول هنا: أمام خريطة صماء لدولة نيجيريا، اكتب في كراسة الإجابة ما تدل عليه الأرقام. واحد، خليج، طبعا ده خليج غينيا. اتنين، هضبة جوز. تلاتة، دولة تجاورها شمالا، طبعا دي دولة النيجر. أربعة، العاصمة الاقتصادية للبلاد، ودي لاجوس. سؤال به بيقول لنا: تربط مصر وألمانيا علاقات ثقافية وعلمية قوية. هقول له تتمثل في هيئة التبادل العلمي الألمانية، والمركز الثقافي الألماني، والجامعة الألمانية بالقاهرة، ومعهد الآثار الألماني. سؤال رقم اتنين: في دلل صناعة الألمنيوم تحتاج عديد من المقاومات. هقول له: ألف، الطاقة الكهربائية. ب، خبرة فنية وعلمية متطورة. تلاتة، أسواق محلية وخارجية تستوعب الإنتاج. بعد كده رقم تلاتة بيقول: انتشار مصايد الأسماك على سواحل شمال غرب أوروبا. هقول له: لتوافر المقاومات الطبيعية والبشرية لتطور حرفة الصيد، ومنها ضحالة المياه الساحلية وغناها بالمواد الغذائية. رقم اتنين: التقاء الطيارات البحرية الدافئة مع الباردة. تلاتة: توافر المواني لرسو السفن. وعندنا نقطة رقم أربعة: توافر الخبرة الفنية والعلمية لصناعة المراكب والثلاجات. اكتب مثلا ثلاث أمثلة من الأمثلة ديت هتتحسب الدرجة كاملة. بعد كده سؤال جيم بيقول لنا هنا: اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. الصين أكبر دول العالم إنتاجا طبعا للحوم. اتنين: تمتد أكبر المدن الصناعية الألمانية بالقرب من حدودها مع دولتي. طبعا هو قاصد بأكبر المدن الصناعية الألمانية هي مدينة اللي هي ميونخ، وميونخ بيطل في جنوبها دولتين: النمسا وسويسرا، فهنختار النمسا وسويسرا. بعد كده تأتي في المركز الأول إنتاجا للدواجن دولة طبعا الولايات المتحدة الأمريكية. سؤال اتنين: ألف فيه قارن بين الزراعة البسيطة والزراعة العلمية من حيث أماكن انتشارها والخصائص. أول حاجة هتكلم عليها نعمل جدول. الجدول من ثلاث أعمدة: أول عمود وجه المقارنة، العمود الثاني الزراعة البسيطة، والعمود الثالث الزراعة العلمية. في الزراعة البسيطة أماكن انتشارها المناطق الحارة على هوامش الغابات الاستوائية وبعض مناطق حشائش السافانا. بينما الزراعة العلمية أماكن انتشارها جنوب شرق آسيا في مزارع المطاط والشاي. واتنين، أمريكا الشمالية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية حيث مناطق زراعة القمح والقطن. بعد كده آه، منطقة رقم ثلاثة في الزراعة العلمية أوروبا حيث مناطق زراعة القمح وغيرها. بعد كده يا جماعة الخصائص: الزراعة البسيطة خصائصها رقم واحد: يعمل بها عدد قليل من السكان. اتنين، ضيق المساحة المزروعة وتباعدها عن بعضها البعض. رقم ثلاثة: تستخدم فيها أدوات بدائية بسيطة. رقم أربعة: تزرع لتوفر الاحتياجات الغذائية اللازمة للسكان المحليين دون وجود فائض للتصدير. بينما الزراعة العلمية خصائصها تتم في مزارع واسعة وتستخدم فيها أحدث الآلات الزراعية والطرق العلمية الحديثة، وده مما يؤدي إلى قلة التكاليف. بعد كده يا جماعة سؤال به: اكتب المفهوم الدال على العبارات التالية. واحد: يعد من أكبر الأقاليم التضاريسية في ألمانيا، طبعا ده السهل الألماني الشمالي. اتنين: إقليم صناعي يضم مناطق في الصين واليابان، ده إقليم شرق آسيا. بعد كده عندنا توسع العالم في استخدامه لرخصه ومحافظته على البيئة، طبعا ده الغاز الطبيعي. سؤال جيم: ما العلاقة بين وفرة مقومات الصناعة بدول أوروبا ومنظمة الاتحاد الأوروبي؟ هقول له: أدت الوحدة الاقتصادية الأوروبية إلى التكامل في الجوانب الاقتصادية اللي هي الصناعية والتجارية، وحمايتها جمركيا وتدعيمها من جانب الاتحاد الأوروبي. تمام؟
بعد كده ما العلاقة بين البترول والكهرباء؟ هقول يستخدم البترول في توليد الكهرباء الحرارية. سؤال دال، ما رأيك في اهتمام مصر بالطاقة الشمسية؟ هقول له اتجاه جيد لأنها طاقة نظيفة تحافظ آه، على البيئة من التلوث. بعد كده عندنا التاريخ. السؤال الثالث، أول سؤال فيه ألف، اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين. واحد، يظهر في مؤتمر باندونج 1955 دور مصر الرائد في المجال طبعا الدولي. اتنين، من المجالس الاستشارية التي أنشأها محمد علي مجلس المشورة. ثلاثة، قدمت لمصر دعما ماليا وعسكريا في حرب أكتوبر دولة الجزائر. أربعة، اتفاقية أوسلو 1993 كانت من نتاج مؤتمر طبعا مدريد. سؤال ب بيقول بما تفسر مغادرة الملك فاروق البلاد قبل الموعد المحدد؟ هقول له لأنه أدرك أن الجيش والشعب يكرهان حكمه وأن الإنجليز تخلوا عنه. سؤال 2، تشكيل لجان شعبية أثناء ثورة 25 يناير 2011. هقول له لحماية المنشآت والمناطق ومواجهة أعمال السرقة والحرق والترويع. سؤال 3، قيام الرئيس السادات بزيارة إسرائيل 1977. هقول له لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي ومن أجل حلول السلام في العالم، حيث دعا إلى العالم لمساندته تطلع إلى السلام الدائم. سؤال ج بيقول اكتب المفهوم الدال على كل عبارة تمت الاستعانة به لحماية مصر والمصريين في ثورتي 2011 و2023. طبعا ده القوات المسلحة. مؤتمر تم من خلاله تنفيذ وعد بلفور في فلسطين. طبعا ده مؤتمر سان ريمو. بعد كده يطلق على المجالس النيابية التي تتولى السلطة التشريعية في البلاد. طبعا ده البرلمان. السؤال الرابع بيقول دايما ما تثبت أحداث التاريخ عظمة الشعب المصري وقواته المسلحة. في ضوء ذلك أجب عن واحد، ما العلاقة بين حرب أكتوبر 1973 وبناء حائط الصواريخ على الضفة الغربية لقناة السويس؟ هقول له أدى بناء حائط الصواريخ على الضفة الغربية لقناة السويس منع اختراق الطائرات الإسرائيلية إلى الأجواء المصرية، مما أدى ذلك إلى استعداد القوات المسلحة المصرية لخضوع أو دخول حرب أكتوبر 1973، وتمكن الجيش المصري من الانتصار في الحرب. بعد كده ما الدروس المستفادة من الانتخابات البرلمانية في عام 2010؟ هقول له طبعا الدروس المستفادة العمل أو التركيز على انتخابات نزيهة حتى يختار الشعب الممثل له ذات الكفاءة ليرعى مصالح الشعب والدولة. بيقول هنا ما الدور الاجتماعي لمنظمات المجتمع المدني؟ هقول له مثلا توفير مناخ يحقق الوحدة الوطنية من خلال توعية الأفراد بنبذ العنف. اتنين، توضيح علاقة المواطن بالدولة وكيفية التعبير عن حقوقه وواجباته. ده دور اجتماعي بتقوم به منظمات المجتمع المدني. سؤال به بيقول دلل تاريخيا على صحة العبارات الآتية. أثرت معاهدة 1936 بالسلب على اقتصاد مصر، حيث أدت معاهدة 1936 جعل مصر ميدانا لمعارك حرب العالمية الثانية واستنزاف موارد الدولة لخدمة بريطانيا وحلفائها، مما أدى إلى إرهاق الاقتصاد المصري. بعد كده السؤال الثاني، أدرجت بعض الدول العربية خطورة إسرائيل بعد العدوان الثلاثي 1956. هقول له طبعا حيث قامت وحدة بين سوريا ومصر 1958، ثم تم الانفصال بينهما 1961. تمام. سؤال جيم، ما رأيك في أسرع الإنجازات لثورة 23 يوليو كانت في المجال الاجتماعي؟ هقول له أولا للقضاء على الإقطاع وزيادة تملك الفلاحين للأراضي الزراعية، وكمان علشان الاهتمام بالتعليم والاهتمام بالرعاية الصحية ومنح المرأة حق الانتخاب والترشح لمجلس الأمة. فكان طبعا الاهتمام بالشعب
اكتر حاجة تهم حكومة الثورة. بعد كده اظهرت حرب اكتوبر اهمية سلاح البترول، او له حيث طبعا رأيي طبعا قرار دل على الوحدة العربية في مواجهة العدو، حيث أصدرت وزراء النفط العربي في اجتماعهم بالكويت الذي نص على خفض البترول وحظر الصادرات النفطية للولايات المتحدة الأمريكية. تمام. بعد كده السؤال دال صوب ما تحته خط في العبارات الآتية. قامت مصر بإغلاق خليج نقط في عام 1967، طبعا خليج العقبة. رقم اتنين، تقلدت السيدة عائشة راتب منصب أول وزير للشؤون الاجتماعية، طبعا دي حكمة أبو زيد. ثلاثة، أصدرت محكمة العدل الدولية قرار باستعانة مصر لمدينة العريش في سبتمبر 1982، طبعا بدل العريش هتكون طابة. وبكده يا جماعة يكون حلنا مع بعض حل امتحان محافظة الأقصر مادة الدراسات الاجتماعية الترم الثاني. أتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون استفادة لكل الطلبة اللي هي لسه هتمتحن واللي امتحنت، تشوف برضك وتراجع الامتحان معايا. بالتوفيق للجميع وشكرا لكم.